يحكى أن الحمار كان بيلف ويقول لكل سكان الغابة إن ورق الشجر لونه أزرق، ومحدش وقف له غير النمر وقال له لا، على فكرة ورق الشجر لونه أخضر. وبعد خناقة اتلم فيها الحمير على النمر، قرروا إن هم يروحوا للأسد ملك الغابة يحكم ما بينهم. سمع الأسد الحكاية وبدون تردد حكم على النمر إنه يتعاقب. الحمار كان مبسوط جدا في منتهى السعادة، وراح هو واصحابه الحمير علشان يحتفلوا بمناسبة انتصارهم على النمر وإنهم طلعوا صح. النمر اتصدم من الحكم، ولكن مش قدامه غير إنه ينفذ العقاب. بس قبل ما ينفذ العقاب قرر إنه يسأل الأسد هو فعلا ورق الشجر لونه أزرق؟ قال له لا طبعا، ورق الشجر لونه أخضر. بس انت مش هتتعاقب علشان لون ورق الشجر، انت هتتعاقب علشان ما يصحش ان حد قوي وعظيم زيك يضيع وقته في انه يقنع الحمير انهم غلط. هتكون بتضيع وقتك لما تناقش حمار مش فارق معاه الصح ولا الغلط، كل المهم عنده انه هو يطلع صح. في ناس كتير كده مهما وريتهم بالأدلة انهم غلط برضو هيفضلوا مصممين على رأيهم، وهيفضلوا يدافعوا عن قناعتهم باستماتة حتى لو كانت غلط. ما عندهمش القدرة انهم يميزوا او يشوفوا الحقيقة. لكن سؤالي هنا، هل الأسد كان عادل في حكمه ولا ظالم؟ هل بحكمه ده المجتمع سيكون مجتمع صالح أم فاسد؟ منتظرة رأيكم في التعليقات، وشكرا.